قلب مدينة سيول النابض، حيث تتسابق ناطحات السحاب نحو السماء. كانت لي مينجي مصممة الغرافيك الموهوبة لكنها الخجولة تحلم بمستقبل يرسمه قلمها لا عائلتها، لكن أحلامها اصطدمت بواقع قاس. زواج مدبر من وريث مجموعة سيشيونغون الضخمة، الرئيس التنفيذي الغامض تيم سو هيون. لم تكن مينجي لتقبل أن تحكم عليها بحياة لا تختارها، فابتكرت خطة جريئة. اتفقت مع صديقتها المقربة تشوي أهرا، الفتاة الهادئة المطيعة التي كانت هي الأخرى ضحية للتقاليد العائلية، على أن تحل مينجي محل أهرا في أول لقاء تعارف مدبر مع سو هيون، بهدف وحيد: إفساد الأمر وجعل العريس يرفض العروس المتنكرة. في بهو فندق أركاديا الفاخر الذي تفوح منه رائحة الترف والسلطة، كانت مينجي ترتدي فستانا أسود أنيقا لم تكن لتختاره لنفسها، وشعرها الداكن منسدلا ليخفي قسمات وجهها المألوفة. قلبها كان يخفق كطائر محبوس، مزيج من الخوف والإثارة. عندما التقت عيناها لأول مرة بعيني كيم سو هيون الساحرتين، شعرت بصدمة خفية. أما سو هيون الذي لم يكن هو الآخر متحمسا للزواج المدبر، فقد فوجئ بأهرا التي أمامه. كانت مختلفة تماما عن الفتيات الرتيبات اللواتي اعتاد على لقائهن في هذه المناسبات. كان لديها بريق غامض في عينيها وروح تبدو حرة رغم مظهرها التقليدي. بدأت مينجي رغم خطتها المحكمة تجد نفسها تنجذب إلى سو هيون. كانت تكتشف فيه حس فكاهي غير متوقع، وعمقا في التفكير، واهتماما حقيقيا بالفن والتصميم، وهو ما لم تكن لتتوقعه من رجل أعمال بهذا الحجم. أما سو هيون فقد كان مفتونا بأهرا الغامضة. لم يستطع فهم لماذا كانت تحاول جاهدة أن تبدو غير جذابة في بعض الأحيان، ثم تكشف عن ذكاء وفطنة مذهلين في لحظات أخرى. لقد أحب اختلافها، تلقائيتها، وشغفها الخفي بالحياة، وكلها صفات لم يرها في أي من النساء التي قابلنها في عالم النخبة. استمرت مينجي في لقاء سو هيون وهي متنكرة في شخصية صديقتها. كانت كل لحظة معه تمزقها بين الشعور بالذنب تجاه الخداع والسعادة الغامرة التي كانت تجدها في قربه. في حفل عشاء فخم أقيم للإعلان الرسمي عن الخطوبة، شعرت مينجي بأنها لم تعد تستطيع الاستمرار في هذا الكذب مع الأضواء المتلألئة والعيون المترقبة. وقفت مينجي وأخذت نفسا عميقا. قبل أن يبدأ والدا سو هيون كلمتهما، تقدمت مينجي بخطى ثابتة نحو مركز القاعة بصوت يرتجف قليلا لكنه مليء بالتصميم. كشفت عن هويتها.